محمود محمد أبو زيد مدير الإدارة العامة للدعوة والإعلام الإسلامي لمنطقة وحدة الأزهرية ولجان الفتوى، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معالي السيد اللواء الحرب أشرف فريد الدولي محافظ سينا، الحفل الكريم يسرنا أن ننقل إليكم باسم الأزهر الشريف سيده ووكيله ورئيس قطاعه ومجمع البحوث الإسلامية أمينا وأمينا مساعدا وأمينة مساعدة لشؤون الواحظات ومناصب وعظ ورجال الفتوى والمخالفات ومنطقة وعظ سينا، أسمى آيات التهاني بحلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله علينا وعليكم وعلى أمتنا الإسلامية باليمن والأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فإن الأزهر الشريف كعب العلم ووحدة العلماء أخذ على عاتقه من أمور الله بالقول بحمده لرسالة الإسلام سمحا ودعوة إلى الله تعالى، ونشر تعاليمه العظيمة في ربوع العالم أجمع، وذلك من جانب دعاته وعلماء الربانيين وأبناء الصادقين بمعاصر واعظات الأزهر الشريف، حيث ينطلقون في جميع ربوع الوطن دعاة إلى الله مفكرين للأفكار المغلوطة والمتطرفة ومناهضين للدعوات الهدامة، وبإرسال القوافل الدعوية والبعثات الدائمة في شتى البلدان ولا ينكر عاقل ولا مفكر ولا صاحب رأي سديد دور الأزهر الشريف في نشر قيم التسامح بين الناس جميعا بوسطية واعتدال. هذا بجانب ما يقوم به الوعاظ من تصحيح المسائلين ورفع الوضع والرد على الشبهات، ولا تقتصر الدعوة على المساجد فقط، بل يجوز وعاظ الأزهر الشريف جميع المؤسسات والهيئات الحكومية والخدمية والترفيهية والتي تصلح للعمل الدعوي كمراكز الشباب وقصور الثقافة ودور الرعاية والمقاهي الثقافية والمستشفيات والمصانع، والرد على الأسئلة التي ترد من خلال نخبة من العلماء المتميزين والمتخصصين في العلوم الشرعية، وكذلك اللجان الفرعية بالمحافظات ومراكزها. ولذلك تزداد يوميا أعداد رواد لجان الفتوى وتزداد أسئلة المستفتين حرصا على دينهم، كما يتم العمل في اللجان الفرعية بالمحافظات والمراكز من 8 صباحا وحتى 8 مساء. ولقد كان الأزهر ولا يزال الملاذ الآمن الذي يلوذ به أصحاب النزاعات والخصومات لفض النزاع والتصالح فيما بينهم على أساس ديني قوي لا ظلم فيه ولا محاباة. فأنشأ الأزهر الشريف لجانا للمصالحات السرية وفض النزاعات بين العائلات والأفراد، وهذا انطلاقا من دور الأزهر الشريف الذي يترجم أهداف الإسلام العليا ومقاصده، ومنها صيانة الأعراض والممتلكات وإزالة الخلافات بين المتنازعين والحد من ظاهرة الطلاق التي كانت تهدد أمر الأسرة والمجتمع المصري، ونفي توعية مجتمعية وأسرية صحيحة وتأثير المقبلين على الزواج وتقسيم المواريث وإنهاء النزاعات المترتبة على الاختلاف حولها، والمساهمة في إيصال الحقوق إلى أهلها وحماية الطفل من الأضرار البدنية والنفسية المترتبة على انفصال والديه، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع من خلال تحديد أسبابها واقتراح حلول لها. فلله الحمد والمنة، وحفظ الله الأزهر الشريف وبارك إمامه الطيب وكمل مساعيه في النجاح والفلاح، وحفظ الله مصر قيادة وشعبا، والحمد لله رب العالمين.